كلام الإسلام أفضل من جدا الناس يعني أنت موظف ومريد الأحاديث بس كلمتين علقوا في دماغي مش هي دي برضه الزيادة الله مش هي دي برضه الزيادة اللي رفعت كرامتك اللي كانت يوم لأبوك واللي كانت يوم لعمك واللي كانت يوم لأبوك وانطلوا جهد الفلالة مش هي دي الله أنا سمعت قد أكثر من 25 سنة في يوم اليوم احتفالات الطور كان في أمسية فنية من خط الطور وكان الشاعر صلاح جاهين اللي بيأتي بيها على مصر فالآن قدام التلفزيون بيقدم هو على هيئة مقطوعات شعر رائعة جميلة فبيقول اللي بنى مصر يا مصر كان فنان ويقول مقطوعة عن الفنان وعن مصر الجميلة اللي شكلها الفنان وفي مقطوعة ثانية من حياة أحمد الثاني من الفنانين يقول اللي بنى مصر يا مصر كان حلواني واللي بنى مصر الصقيفي واللي بنى مصر كان باشا ومقاش اللي بنى مصر الحقيقي الفلاح المصري اللي اشتغل على الناس صورة واللي كان لما يهبط ويتعب يجيب جلابيه ويحطها في بقه ويجيب على اسنانه ويطلع يبني ابراج مصر لجزء جزء ويشرب القناه الطويل ويجي السد عالي ما تطلعوش يومها فيها دم كده وقوم كتبت القضيه 6 دكتور و25 سنه اللي بنى مصر يا مصراوي مين قل لي عمره ما كان باشا ولا عالم ولا فنان ولا حلواني يا اخوانا ولا سكتي اللي بنى مصر كان فلاح خدوه بالساعة في عز الضربة من بيته لا ودع اهله ولا بيته وعمر يا مصر فلاحي ما كان محتاج لبسة عمدة ولا باشا ولا صفاك وكان بيقول ولا يقولش ولو فيكي ما قالتش وخدني يا مصر من غيرك ولم اكتاب من خيرك ده انا اللي مقضي الميه ولا اللي تفضي السباح ولا اللي بقى المفتاح اللي بنى مصر يا مصراوي كان فلاح كان فلاح من ابني ومن بحري من النوبه يبيت الطوبه من عرقه ويلزمها على الطوبة وعمره ما لاقي نوبة ولا توبة ولا كافه في يوم مالك ولا رزقه عليه طالب ويشرب دمعته ثالث وياكل اسمته بعيده ويشترك على زنده تبدك يوم ما جلده ولا خصك في يوم هده ولا يكنش ولا يملش ولا يرتاح اللي بنى مصر يا مصراوي كان فلاح كان فلاح شايل مسار عزة في ليبيا سياسة في صنعاء وفي غزة وفي يونيا مغزة اليأس في غزة وفي الطابة في عز الصوم وفي الطابة في عز الصوم مهزة قوته هزة وخلى النصر فوق المبنى كان صداق اللي بنى مصر يا مصراوي كان فلاح قلوبها بتضحك الملاح قلوبها بجدوة الملاح اللي بنى مصر يا مصراوي كان فلاح طبعا كل المسلمين اللي حضروا الخطوبة كاسم شهر رمضان فكتبت قصيدة سميتها ذكريات رمضان بقارن فيها بين رمضان واحنا اطفال
واحنا شباب في اولى ثانوي راجعين من المدرسه بتاعت محمد الصبح القطاني وسمعنا عن حظ رمضان واحنا على الفطار وزدنا الاكل جميعا وكلكم فاكرين الجماعه اللي كلنا واللي اكبر مننا كلنا فاكرين والكتاب بيأكل وبيحكوا بيقولوا البيان بتاع الكتاب يهودي وزدنا الاكل جميعا وقعدنا نسمع البيان. كل دي ذكريات. النهارده بقارن بين ذكرياتنا زمان في رمضان ورمضان النهارده والمقدار كان رمضان حاجه جميله. كنا كبار وصغار عيله نتلم على الرب وليله الرؤيا بكل وسيله نقسم طعم الفرحه علينا لما المفتي يقول الليله اول ليله وابويا يجيب لنا عجوه ومش حموي ونقضيها ليله طويله نجري جنبي وحوي وحوي والفوانيس في ايدينا تعينا تروي طول الليل في القريه بنجري طول الليل في القريه بنجري بكل امان. اهلا اهلا يا رمضان ونخبط على كل بيوت الجيران والناس تضحك فينا وتبص فينا وتهنينا بكل حنان. وانا وسعيد والبدر وعماد حسين والسلطان ولا انا وسعيد والبدر وعماد حسين والسلطان ونبص لفوق نلقى هلال الرحمه بيضحك كل شويه يبان ويبارك من فوق ويشارك كل عيال الحته والشبان ويطبطب على كتفي لحد ما انام وهو ما اتأخر ولا فرحان لما اسمع دقات الصخرة من عمك عثمان. اصحى يا نائم اصحى ووحد يا معتال وانو اصوم صوم الحجة يعني اصوم ونجوع اتغدى وقت الصايم يوم الطول لحد الظهر ولي على سهوة وغصب عني وشمة بيتنا ريحة العجوة اخر باب الأوضة تنزل واخبط حتة غدوة وقت الصايم قابل الشلة ولا نمشاف كان القلب ساعتها جميل كان شفاف وأمر السلام على فرحتنا على لمتنا يوم العاشر من رمضان لكن اسمها قلبه ما دقش زي قلوبنا اللي اسمها قلبه ما دقش زي قلوبنا مهما اوصف لك من اوصاف يوم لمت شلتنا على دفة عذاب كان القلب ساعتها جميل كان شفاف. راحت فين الشلة يا رمضان اتقطعنا واستزدقنا في كل ميدان صفت عند اصوات بقى ثلاثين واذا الصحبة والخلان واحسن جاري بقى اخوان. اما الباب اصبح من انصار السنة في الدخان وعماد اقرب واحد ليا في التبليغ سأله بيته داير يشتق في البلدان وعماد اقرب واحد ليا في التبليغ سائل اهله بيته داير يشتق في البلدان والتكفير والهجرة شد الوقت وانا بين الجامعات حيران يا خسارة يا ألف خسارة علينا يا رمضان بعد ما كنا حدثين صرنا أشد من العدوان. نفسي يا ناس نرجع تاني زي زمان.